حادث عمال طريق الدواويس بالإسماعيلية، فجعة كبرى قلبت مصر كلها. في البداية قضاء وقدر، وهو ده قدرهم وكل واحد بياخد نصيبه، وده قدر ربنا، ولكن لازم ناخد بالأسباب. حضراتكم الحادث اللي احنا شفناه ده هو مش أول مرة نشوفه، هو تقريبا بيحصل كل يوم، ولكن في أماكن مختلفة وفي محافظات مختلفة وعلى طرق مختلفة. طب كم مرة احنا سمعنا عن حادثة من نفس النوع ونفس الشكل؟ بجد كتير، وده ما يرضيش ربنا. ما يرضيش ربنا ان ناس طالعة تشتغل وتاكل عيش تروح ضحية للجشع، جشع المقاول اللي مطلعهم، اللي بياخد على كل واحد لا يقل عن 150 جنيه، يديله هو ال100 جنيه وياخد هو ال50 وساعات اكتر. جشع السواق اللي حمل الناس دي. انتوا متخيلين 50 واحد يركبوا في عربية دبابة ربع نقل؟ هو في كده؟ اكيد حضراتكم شفتوا شكل العربيتين بعد الحادثة كان عامل ازاي. طب يا ترى السواق كان ماشي على سرعة كام علشان يحصل كده؟ عايز اقول لكم يمكن كلكم شفتوا المشاهد للناس اللي ماتت، يمكن حاجة بشعة. حرام بجد لما يكون في اطفال 8 سنين و10 سنين و12 سنة، ده غير اللي متجوز ومخلف، وغير الاربعة التوأم، وغير الستة الاشقاء. كل دول كانوا طالعين من الفجر رايحين ياكلوا عيش، ما لحقوش يوصلوا يا عيني، بس هو ده نصيبهم. ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم.